الفيلم بيبدأ بمشهد في سنة 1988. راجل اسمه أودايسو بيكون في مركز شرطة لابس بدلة ووشه عليه علامات الإجهاد والشرب. بيكون مخمور وبيعمل شغب والشرطة بتحاول تهديه. فجأة صديقه بيجي وبياخده من القسم. وهما في الطريق للبيت دايسو بيتصل ببنته الصغيرة وبيطمنها إنه جايب ليها هدية عيد ميلادها. لكن وهو واقف في الشارع بيكلم بنته وبيختفي فجأة. المشهد بينتقل بسرعة وهو محبوس في غرفة صغيرة فيها سرير وتلفزيون والباب مقفول بحكاية. دايسو بيبدأ يستوعب إنه اتخطف وبيفضل يتسأل هو ليه هنا ومين اللي حبسه. بيحاول يكسر الباب بس بيفشل. الأكل بيتحط له بشكل دوري من خلال فتحة صغيرة في الباب، وبيكون مجبر يتفرج على التلفزيون كوسيلة وحيدة للتواصل مع العالم الخارجي. بيكتشف من التلفزيون إنه متهم بقتل مراته وده بيكون صدمة ليه. الوقت بيعدي وبيبدأ يحسب الأيام باستخدام وشم على دراعه. دايسو بيقرر إنه هيبدأ التمرين على جسمه ويحافظ على لياقته. بيعمل خطط للهرب بس كلها بتفشل. الفيلم بيبين ازاي انه محتجز لسنين بدون تفسير وده بيثير فضوله ورغبته في الانتقام. دايسو بيستمر في تدريباته وبيخطط للهرب من الأوضة. بيبدأ يحفر في الجدار باستخدام عيدان الطعام اللي بتجيله مع الوجبات، لكن الحفر بيستغرق وقت طويل. خلال الفترة دي بيبدأ يتعلم مهارات جديدة من التلفزيون زي الفنون القتالية واللغات. بعد مرور 15 سنة على حبسه وفي يوم غريب بيتم تنويمه عن طريق الغاز اللي بيدخل من خلال فتحات التهوية. لما بيفوق بيلاقي نفسه حر ونايم على سطح مبنى في شنطة سفر كبيرة ومع فلوس وتليفون. دايسو بيدور حواليه ومستغرب من المكان وبيروح ياكل في مطعم صغير جنب المبنى. هنا بيقابل فتاة اسمها ميدو اللي بتشتغل في المطعم. بعد ما دايسو بياكل فجأة بيجيله اتصال على التليفون من شخص غامض بيقوله انه عنده 5 ايام بس عشان يعرف مين اللي حبسه وليه. دايسو بيبدأ رحلته في البحث عن الحقيقة وبيستمر في تقصي آثار اللي حبسه وبيكتشف إنه مراقب من طرف شخص، وكل خطوة بياخدها بتكون محسوبة بعناية. دايسو بيبدأ يقابل أعداء وبيستخدم مهارته القتالية للتغلب عليهم، وفي نفس الوقت علاقته مع ميدو بتتعمق وبتصبح أكتر تعقيد ومش متأكد إذا كان يقدر يثق فيها أو لأ. دايسو بيستمر في محاولته لكشف السر اللي بيدور حول كل الأحداث. بيبدأ يفتكر تفاصيل أكتر من ماضيه في المدرسة الثانوية وفي نفس الوقت بيربط بين تحركات ليوجين ودوافعه. بيتضح ليه إن الشائعة اللي هو السبب في نشرها كانت تتعلق بعلاقة محرمة بين ووجين وأخته. بعد ما دايسو بيكتشف الصدمة إن ميدو هي بنته بيتحول تماما وبيبقى مدمر نفسيا. بيروح لمكتب ليوجين وهو محطم من جواه بس عازم إنه يعرف الحقيقة كاملة ويواجه اللي عمل فيه كده. لما دايسو بيدخل مكتب ليوجين المكان بيبقى فخم جدا وكله إضاءة مظلمة وأساس فاخر فيه إحساس بالبرد والجليد في الجو. ليوجين بيبقى واقف هناك هادي تماما ومستني دايسو. بيبدأ يعرض عليه ألبوم صور مليان بلقطات حبهم لبنتهم ميدو. كل صورة كانت بتسحب من دايسو حتة من روحه، وكل ما يشوف صورة الندم والحزن بيزيدوا جواه. نشرت إشاعة عن أخته أو خلاك عملت علاقة مع بنتك. دايسو مش بس بيتوسل للي ووجين انه ما يقولش لميدو الحقيقة، لكنه بينهار تماما قدامه. وبتبدأ اللحظة اللي الكل ما بينساهاش في الفيلم. دايسو بيقطع لسانه بنفسه بمقص عشان يثبت للي ووجين انه مش هيتكلم ابدا تاني ومش هيكتشف السر الرهيب ده لميدو. بس ليوجين رغم كل دوت مش بيتأثر كتير. هو كان مستمتع بعذابه ليه طول الوقت. بعد ما دايسو بينفذ طلبه وجين بيخرج جهاز تسجيل وبيشغل آخر محادثة كانت بينه وبين أخته قبل ما تنتحر. المحادثة دي بتكون مليانة ألم ووجع وبتعيد كل الذكريات السوداء بتاعت موجين. في اللحظة الأخيرة دي ليوجين بيستعد لإنهاء اللعبة اللي بدأها. بعد ما بيسمع المحادثة بيرجع بذكرياته لكل اللي حصل وبيعيش اللحظات دي تاني. وفجأة بيسحب المسدس وبيوجهه لنفسه وبيطلق النار على راسه وبينهي حياته. دايسو بعد ما شاف كل ده بيبقى في حالة انهيار تام. بيحس انه فقد كل حاجة ومش قادر يتحمل الحقيقة اللي عرفها. بيروح لشخصية ثانوية في الفيلم اسمها المعالج اللي كان بيساعده في الأول. دايسو بيطلب منه طلب غريب، انه يمسح له جزء من ذاكرته عشان ينسى ان ميدو هي بنته. الفيلم بيختم بمشهد مليان غموض وتوتر
بنشوف دايسو وميدو مع بعض في مكان بعيد مليان بالتلج ومنعزل عن الدنيا. ميدو بتعترف بحبها لدايسو وبيقرروا يبدأوا حياة جديدة سوا بعيد عن كل اللي حصل. لكن الفيلم بيسيبنا في حالة من التساؤل، هل فعلا دايسو نسى الحقيقة أو هو بس بيحاول يهرب من الواقع المرعب اللي بيعيشه؟ الابتسامة على وش دايسو في آخر المشهد كانت مليانة غموض، وبنفضل مش متأكدين إذا كان فعلا قادر يكمل حياته مع ميدو بعد كل اللي عرفه ولا إيه. وهنا بينتهي فيلمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.